دول الشباب بتاعتي، ودلوقتي هيعملوا تيست على حركة الباك فليب لكل واحد. يلا بينا. وما شاء الله عدد الناس اللي بتعمل باك فليب عندي في التمرين بقت كتيرة جدا، ومش مشكلة يتشفت بالشكل ده، بس المهم ان هو يقوم ويكمل، لان التمرين عندنا بيعتمد على الاستمرارية. فاللي حابب يتمرن يا جماعة يبعت لي مسج على الانستجرام وهرد عليه في اسرع وقت. عرفت اللي فيه عيني بان عليها. لا باولو منتج يا باولو. ونرجع للتمرين تاني، وهنا يجي دور احمد مانو شهيد الباركور. واللي توقعته حصل، كنت هروح فطيس معاه، بس الحمد لله ربنا قدرني وكتب لي عمر جديد. نرجع للتمرين مع الشباب وهنولعها. مش قوي يعني، ده صاحب اكبر ترند. تعالى انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا. ورجع بعد غيبة طويلة، بس الحمد لله ربنا عدها على خير. وده البني ادم اللي كان اتشفط من شوية، قال لك يعيد تاني وكان هيتشفط تاني. وده بني ادم